اخت جوزي عزمتني عندها بقى، ما ينفعش اخش طبعا بايدي فاضيه، وما ينفعش اشتري طبعا من المحلات لان الاسعار نار. عملت لها اشهر نوعين حلويات في رمضان حلوين جدا جدا. يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبدا بالسيرب بتاع الصينيه اللي احنا هنعملها الاول. الكنافه بالقشطه، كوبايتين السكر، كوبايه ميه، نص ليمونه، هنرفعهم على النار 6 دقايق 7 دقايق بالكتير قوي على النار متوسطه. بيبدا يتقل معاكي، هتطفي النار على طول وتديله رشه من الفانيليا. معايا نص كيلو من الكنافه. الكنافه ديت بتحطيها في الفريزر شويه كده، يعني ليله كامله. تاني يوم تفركيها بايديكي بالشكل دوت. احط لها معلقتين سكر بودر وكوبايه سمنه، وابدا هبس بقى السمنه كويس قوي كده زي ما انتم شايفين في الكنافه. لازم الكنافه تشرب من السمنه كويس قوي. ونجهز بقى القشطه الكدابه. معايا نص كيلو لبن، عليه معلقتين كبار ونص مليانين من النشا، معلقه صغيره سكر بودر، ومعلقه كبيره كريم شانتيه. حابه تحطي جبنه مكعبات حطي، حابه تحطي قشطه حطي، بيدي طعم حلو جدا. هنرفعه على النار على طول. اول ما يبدا يتقل معانا بنطفي النار. وطبعا ما تعليش النار على القشطه خالص عشان ما تحرقش معاكي، خلي النار تبقى متوسطه. بصي هي كده تقلت بقت حلوه قوي. هسيبها تبرد بقى شويه كده عشان اشتغل بيها على طول. جبت بقى صينيه وحطيت لها معلقتين كبار من السمنه، وهبدا على طول احط الكنافه بالشكل ده. الصينيه دي مقاس 28، ممكن تعملي مقاس 30 كمان لو حابه. هتبقى رقيقة قوي، يعني رقيقة شوية عن اللي هي 28. 28 بتطلع السمك بتاعها بصراحة بتاع الكنافة حلوة قوي. ببدأ احط بقى الكمية كلها، نص الكمية بتاعت الكنافة بالشكل دوت. وهعمل سور كده من الجنب كده من الكنافة عشان خاطر القشطة ما تطلعش معايا بره زي ما انتوا شايفين كده. بتجيبي صينية بقى بتضغطي الضغطة ديت. مهم اوي الخطوة ديت كده كويس قوي. وابدا بقى على طول هجيب القشطه، خلاص هي بردت تماما معايا. نجيب بقى القشطه كده على طول ونحطها. وحاولي ما تحطيش طبعا القشطه على الحروف بتاعت الكنافه من بره، يا دوبك دخلي بصوا من جوه كده على طول اهي. هنزل كل اللي في الحله طبعا. ممكن تحطيها في التلاجة شويه وتشتغلي بيها بعد كده. ممكن تعمليها من بالليل وتاني يوم تشتغلي بيها، بتبقى روعه بصراحه، بتبقى متماسكه جدا وبتبقى حلوه قوي قوي. هبدا بقى خلاص حطيت القشطه اهيت، ابدا بقى اكمل بقيه الكنافه اللي معايا. اوزعها كويس كده من على الوش على طول. يعني دي اسهل طريقه للكنافه بالقشطه، وبصراحه بتطلع حلوه قوي قوي زي ما بتجيبها من بره. كمان انضف واحلى بكتير، انت اللي عاملاها في بيتك وبايديكي. محبش اجيب اي حاجه من بره خالص بصراحه يعني. خلاص حطيت الكنافه اهيت زي ما انتم شايفين، بالراحه خالص بايديا كده. بديها ضغطه خفيفه خالص عشان اسوي كله ببعض. وحطيت معلقتين كبار سمنه كمان من على الوش. الفرن طبعا لازم يكون سخن قبلها. بتدخلها في الرف الوسطاني درجة حرارة 180. وأول ما بتاخد اللون الذهبي كده من فوق ومن الجوانب تعرفي اللي هي استوت خلاص. حلوة قوي على كده. مش هنقلبها في صينية تاني وندخلها بقى تاني الفرن تكمل سوا والكلام دوت، لا. هي كده خلاص استوت، خدت اللون الذهبي كده من على الوش وبقت حلوة قوي. هنبدأ بقى نحط لها الشربات بارد والكنافة سخنة. هنبدأ بقى نسقي كده الشربات بتاعنا بالشكل دوت. وبتغطيها شوية، يعني بتسيبيها نص ساعة تشرب الشربات بتاعها. بص تلاقيها بقت حلوة جدا جدا. شايفين بقى الجمال؟ حلوة وطريقتها سهلة وبسيطة. هبدأ بقى هعمل السيرب بتاع الصينية التانية طبعا. كوبايتين السكر عليهم كوبايتين المية، نص ليمون، هنرفعهم على النار متوسطة. يعني نقول حوالي بالظبط يعني من 10 دقايق ل12 دقيقة. الشربات بيبقى خفيف بتاع البسبوسة، طبعا نعمل بسبوسة. وفي الآخر خالص بنديله رشة بسيطة خالص من الفانيليا. تمام. يبقى شربات الكنافة بيبقى تقيل بس مش قوي طبعا. هنبدأ نعمل بقى على طول الصينية بتاعتنا بتاعة البسبوسة. أول حاجة على طول جبت علبة زبادي وحطيت لها
حوالي تلت كوباية من السمنة. انا بستعمل سمنة بلدي في الحلويات كلها عشان بتدي طعم حلو جدا جدا. وقلبتهم كويس قوي لحد ما القوام بقى كريمي معايا بالشكل دوت. نزلت عليهم بكيس ونص من بسبوسة بتاعت حلو الشام، بصراحة ممتازة جدا جدا. وهحط كمان معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وهبسها بالشكل دوت. يعني ما تقلبيش فيها كتير، يا دوبك بس بتبسيها كده بالشكل ده. هي تلت كوباية السمنة دي يعني حوالي 3 معالق كبار مليانين من السمنة. معايا طبعا لبن اهوت، هنزل بقى بيه تدريجيا شوية بشوية بالشكل ده كده واقلب. خدت معايا حوالي نص كوباية كبيرة من اللبن، او كوباية الا ربع كمان. هحط بقى معلقة السمنة في الصينية كده على طول. الصينية دي كانت مقاس 28. وهبدأ على طول اوزع السمنة كده، معلقة كبيرة مليانة من السمنة. بصوا ده القوام بتاع البسبوسة اهو زي ما انتم شايفين، بصوا عامل ازاي حلو جدا. الطريقة دي بتبقى ناجحة 1000000%، وطريقة سهلة اوي اوي. بعيد بالزبادي وكمان حطينا تلت كوباية من السمنة البلدي او اي سمنة انت بتحبيها طبعا. ونزلنا بكيس ونص بسبوسة، وحطينا معلقة البيكنج باودر اساسية طبعا، وبسينا كله مع بعض. وبعد كده عجناها باللبن. بنقلب حاجة بسيطة كده في اللبن، اللبن مع البسبوسة. خلاص وزعتها كويس اوي، بديها خبطة كده على الرخامة. بدخلها الفرن سخن 180 طبعا درجة الحرارة. واول ما تاخد لون من الجوانب كده ذهبي، ايدي عليها الشوايه على الهادي خالص، تطلع معاكي حلوه قوي قوي كده. البسبوسه سخنه والشربات دافي بتاع البسبوسه. سقيتها خلاص، وببدا اغطيها كده كويس قوي. بسيبها ساعه بالظبط كده تشرب الشربات كويس قوي، وتبداي على طول تقطعيها. هبدا بقى اقطع الكنافه الاول كده، عشان مش هينفع اخدهم معايا يعني بالصواني كده، لا طبعا لازم احطهم في طبق التقديم اللي انا هروح بيه عند اخت جوزي. عايزه اقول لكم اقسم بالله ما كانت مصدقه الحلويات ديت معموله في البيت. إيه، كانت عماله تقول لي لا انت شارياه، انت بتهزري، انت بتضحكي عليا. مش معقول. ليه؟ لان الحلويات ديت معموله بالسمنه البلدي، ومعموله كمان بطريقه حلوه زي ما انتم شايفين كده. فبصراحه كانت طالعه روعه. بصوا بقى اللي في القشطه، الكنافه عامله ازاي والقشطه من جوه عامله ازاي، ممتازه. يعني مش عشان أنا اللي عاملاها بس، فعلا كل اللي دقها إيه كان بيقول عليها اللي هي طعمها حلوة جدا جدا. شايفين بقى الجمال. كمان عايزين تاني وعايزين اعمل لهم يعني. قلت لهم ربنا يسهل يعني لما اقدر اعمل تاني بقى، لان انا بصراحة الفترة دي بصراحة يعني والله والله تعبانة جدا. حتى بعمل لكم الفيديو وانا تعبانة، ربنا اللي يعلم يعني. والحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين انا جايبه الاطباق ديت عندي، بحط فيها بالشكل ده كده على طول لما بروح لاي حد بصراحه. عندي اهلي، عندي اهل جوزي، بحط لهم فيها الحلويات ديت عشان ما بشتريش حاجه خالص من بره. تمام. بصوا بقى البسبوسه طالعه عامله ازاي، مرمله وطالعه حلوه جدا، وشاربه الشربات اهيت، ومظبوطه يعني 1000000%. فانت جربي الطريقه ديت طبعا. ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، هرد عليكم على طول. عملنا نوعين، يعني احلى نوعين في رمضان او غير رمضان بصراحه. بنحب نعملهم جدا، الكنافه بالقشطه والبسبوسه كمان بطريقه سهله وبسيطه. كمان وريتك القشطه الكدابه بتتعمل ازاي. بصوا بقى الجمال ما اقولكوش. المفروض كنت صبرت شويه على البسبوسه يعني، او تدخليها التلاجة نص ساعه تمسك نفسها شويه، لانها دايبه زي ما انتم شايفين. كانت عايزه تقعد في التلاجة شويه. انا بصراحه كنت مستعجله، فقلت بقى احط على طول كده عشان كنا ماشيين قبل الاذان يعني بتاع المغرب، لان احنا كنا معزومين على الفطور. بصوا بقى الجمال. شويه مكسرات، اي مكسرات عندك بقى حطها على الوش كده بالصلاه على النبي، هتاكلوا احلى حلويات في رمضان. شايفين بقى الجمال يا سيدي يا سيدي. لو عجبكم بقى الفيديو بالله عليكم متبخلوش علينا في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم. شايفين بقى الجمال يا سيدي يا سيدي.